أهلا يا ابني أخي العربي، أهلا من المدينة العربية الأصيلة. أنا فارسي تعلمت العربي. أنت أصلا فارسي؟ إي فارسي. تتكلم عربي كويس؟ العرب هناك كلها عرب. هي يعني دولة هناك كانت، العاصمة مالتها الأهواز. يعني في العادي في البيت بتتكلموا عربي ولا فارسي؟ تقريبا من ساعة ما جيت مش محتاج أتكلم غير عربي لحد دلوقتي. ننطق بهاي السوالف وهاي القضايا السجن على طول. أهلا بكم في الأهواز. أخيرا بعد طيارة ساعة وصلنا الأهواز. الخطة صفر، ولكن الهدف هو استكشاف هل هي فعلا ناس بيتكلموا عربي ولا لا، هل فعلا هي منطقة تعتبر اصولهم عرب ولا لا. ده اللي هنعمله بطريقة عفوية وعشوائية من الناس اللي هنقابلها في طريقنا في يومنا. اللحظة اللي أنا طالع فيها الطيارة دي الأهواز مسجلة إنها تاني أعلى درجة حرارة في العالم بعد البصرة اللي هي أصلا يعني يعتبر فرق ما بينهم كيلومترات قليلة في العراق. هنمشي من الجو اللي فعلا حلو وفيه جو جميل ونسمة هوا نروح لأحر مدينة على كوكب الأرض. شوفوا قابلنا مين عمو الجميل أول ما وصلنا في المطار. حبيبي تشرفنا. حبيب قلبي، الله يستر عليكم ان شاء الله وبخدمتكم وبخدمه الشعب المصري. شكرا. الله يحفظك على راسك. الله يستر عليكم. يلا مع السلامه. موفقين ان شاء الله. مع السلامه. الله وياك. ناس جميله ولذيذه والله. اول انطباع على طول في المطار اول ما نزلت الراجل بتاع الجمرك عرفني بيتفرج على فيديوهاتي، ده معناه ان هو بيفهم عربي كويس. قعدنا اتكلمنا معاه وشربنا شاي سريع ودردشنا شويه، وبيقول لي في تقريبا اكتر من 7 مليون بني ادم بيتكلموا عربي في المنطقه، فهنطلع ونشوف التاكسي. انا المفروض الخطه ان انا ما اتكلمش غير عربي، فنشوف هيمشي حالي ولا في ناس وناس لا. اكيد طبيعي برضو يكون في ناس وناس لا، ان هي دوله واحده سواء فارسي او عربي، فاكيد بقى في اختلاط. في ناس بتتكلم فارسي بس في اجيال جديده دلوقتي، في ناس جايه من مدن تانية فما بيعرفوش يتكلموا غير فارسي. ناخد تاكسي. تاكسي. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا. شنو متصل وياي؟ صديقي. تعطيك عنوان بالضبط دقيق. كلكم بتتكلموا عربي؟ ايه. هلا والله. اهلا وسهلا. يا هلا بيك. انا من مصر. اهلا وسهلا بك. يلا جاي لك في الطريق. مع السلامه. بيتكلموا مع بعض عربي، ودي حاجه انا ما تخيلتهاش خالص ان هم مع بعض بيتكلموا عربي. ده معناه ان اللغه الاولى هي العربي مع الفارسي. تمام؟ اوكي تمام. يلا بسم الله. السلام عليكم. السلام عليكم. اسم حضرتك ايه بقى؟ انا اسمي فارسي. اسمك فارسي؟ ايه بس ما هو اسم عربي. اسمي بس ايه الاسم؟ جمشيد. جمشيد. ايه. يعني ايه جمشيد؟ ايه سامع جمشيد؟ بس ماذا يعني جمشيد؟ تخت جمشيد سامعة؟ اوكي. تاريخ تخت جمشيد؟ ايوه صح. ايوه. شنو من دراسة دارس؟ انا دارس الجامعة، مخلص الجامعة. مخلص الجامعة يعني. هسه شنو تشتغل شلون؟ بشتغل. وين تشتغل؟ في مصر. الساعة 6 صباحا ودرجة الحرارة 31، والدرجة أعلى حاجة النهاردة 8. حر كتير الأهواز. أنا متخيل. شو 35 في العربية. إيه. أحر مدينة في كوكب الأرض الأهواز. صح 35 دقيقة. وبكام توصل في النهار؟ 50 48. عندنا يوم صعب، ولكن احنا في مهمة هنا ان احنا نستكشف الأهواز. صعب. وحضرتك العربي بتتكلمه من صغرك ولا احنا انا فارسي تعلمت العربي. انت اصلا فارسي؟ اي فارسي. اوكي، يعني اصولك فارسية مش عربية؟ اي متعلم عربي. ليه تعلمت العربي؟ شكلها عرب فاحنا ما قلت تعلم. يا سيد تروح من تروح بالانجليز ما تعلم انجليزي. صح. صح. لو توصل لامريكا ما تعلم. يعني هنا عربي وفارسي. طريقة عرب احنا نتعلم العرب. اوكي حلو، يعني اللغتين قريبين على بعض كثير. صحباني كلهم عرب. صحابك كلهم عرب؟ ايه كلهم. ما فيش مشاكل يعني واحد؟ لا ما عندي مشكلة وياهم. بما ان الجو حر فالمدينة دي اول حاجة احنا قابلنا صديقنا جواد حبيبي. جواد ايراني عربي صح؟ اي صح. عربي اهوازي وبس. جابني قال لي لازم نفطر لان كل حاجه بتقفل، فاحنا هنروح نفطر الساعه 6. وعايز اوريكم الساعه 6 المزيكا شغاله، المطاعم شغاله،
لان الشعب ده من بعد الساعه 11 12 الظهر يخش البيت لحد الساعه 5 العصر. من الاخر يوم العمل هنا بيتقسم على جزئين، من 6 7 الصبح، يعني دلوقتي الناس بتفطر وهتطلع على الشغل الساعه 7 لحد الظهر، ومن الظهر لحد الساعه 5 6 لما الدنيا تهدى ما يقدروش يتحركوا لان درجه الحراره بتوصل زي ما قلت لكم 50. وهنضرب فطار اهوازي سريع وبعد كده نكمل يومنا لسه في البدري. ايوه شوفوا العيش بيطلعوا ازاي. عيش خبز خبز صامون صمون لا مع الفلافل. ما الفلافل الصامون ده خبز. هذا خبز. اوكي حبيبي حبيبي. قلبي لك. انت بتتكلم عربي؟ انا عربي. اوكي انا من مصر حبيبي. بسم الله تفضلوا. شكرا والله شكرا. عايز اقول لكم ان احنا دخلنا مطعمين لحد دلوقتي الاكل اوريدي خلص والساعه 6 الصبح لان الناس كلها بتنزل تفطر. بص كميه الناس ورايا قد ايه، ده كلهم خلصوا فطار طالعين من مدرستهم او الشغل عشان يلحقوا يخلصوا يومهم في البدري وبعد كده يرجعوا البيت وينزلوا تاني. تقريبا من ساعه ما جيت مش محتاج اتكلم غير عربي لحد دلوقتي. تقريبا في المدينه مش هتلاقي ولا عربيه تقريبا لونها مش ابيض، يعني نسبه العربيات البيضاء من ساعه ما وصلت تقريبا 90%. فلو بصيتوا كده 1 2 3 عربيه صفراء، 1 2 3 4 5 6 الشارع كله ابيض. في عربيه واحده سيلفر، عربيه بيضاء، عربيه سوداء. اظن اللي عنده عربيه سوداء هنا ده غالبا منبوذ او يعني في حاجه غلط اللي تخليه يشتري عربيه سوداء. ومتاكد 100% ان العربيه البيضاء هنا سعرها بيبقى اغلى من العربيه السوداء، لان مع الجو الحر العربيات السوداء طبعا بتكتم الحراره. كل اللي معدي ابيض اهو زي ما انتم شايفين. بص نضرب كبده صباحيه الساعه 6 الصبح. حسسني ان انا في كرداسه عندنا في مصر نفطر كبده. عندنا بقى العيش نفس العيش بتاع العراق بالظبط او الخبز اللي كان فعلا وحشني. وهنضرب كبده وقوانص او قلب. 10 من 10 رهيبه. جواد اخدني عنده على البيت. حاجه حابب اقولها ان من ساعه ما وصلت هنا حاسس احساس ثاني خالص عن كل ايران. حاسس ان انا اكتر، بلاش اقول العراق عشان ما يبقاش فيه يعني خناقه، ولكن حاسس ان انا في نفس الطابع العربي اكتر. حاسس ان انا وصلت العراق، حتى اللهجه العربيه اللي بيتكلموا بيها عراقيه، حتى العيش بتاعهم عراقي، والكرم العراقي يعني هو كرم عربي، ولكن عشان اقرب حاجه لينا دلوقتي العراق فانا حاسس بكده، ولكن هو كرم عربي عامه. الراجل اخدني انا غريب كني عنده في بيته، نايم في الصاله على المرتبه اللي دايما بتبقى جاهزه في اي بيت عربي لاستضافه الغريب. فاحساس ان انا في اجواء عربيه 100%. حتى شكل البيوت من بره لما نطلع بوريها لكم، كل حاجه تحس نفسك في بلد عربي. هننام شويه لحد العصر وبعد كده ننزل نستكشف الاسواق ونتكلم مع الناس ونتعرف اكتر على حضاره وتاريخ عرب ايران. درجه الحراره 48 الساعه 11 صلاة. الراجل حاطط قدام ايه عشان يعزل الشمس شويه. التكييف شغال على اعلى حاجه، بس لما كان العربيه اصلا مش حاسس ان هو شغال. بما ان الجو حر قوي واحنا الساعه 12 الظهر، فهتلاقي نفسك نفس ستايل الدول الخليج بالظبط، يعني كانك في الامارات او في السعوديه. الناس ما بتخرجش في حته غير لو خرجت هتخرج المول. فاحنا جينا مول، ومستحيل كان عقلي يتخيل ان هيكون في مول في مدينه صغيره، مدينة حدودية، مدينة تبعد عن العاصمة أكتر من 1000 كيلو، بالنظافة والشياكة دي، في دولة أصلا طبعا إيران يعني دايما نسمع عنها مش أحسن حاجة، ولكن زي ما انتم شايفين المنظر رهيب. مول كواليتي، بصوا يعني الأرض كلها بورسلين، مول 7 أدوار، محلات كتير، كافيهات نظيفة جدا، كواليتي عظيم، ولكن مول من غير ولا براند أجنبي ولا مستورد، لأن ما أظنش إن هم محتاجينه. كل حاجة خلاص بقت محلية الصنع، كل حاجة نظيفة، فتحفة تحفة تحفة الصراحة. نقعد شوية في المول بعد كده نطلع على السوق العربي والمنطقة اللي بيتمركز فيها العرب. فكرة ان كواليتي المكان وكل حاجة، أي براند مستحيل يحسسك ان دي دولة عليها عقوبات. يعني بص السوبر ماركت مليان ازاي، ومش بس السوبر ماركت، هوريكم واحد من احلى الكافيز اللي ممكن اكون شفتها وبتقدم برودكتس. بصوا الكافيه حلو ازاي، يعني الكافيه تحفة، شيك 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 شيك، كافيه يعني عالمي ولكن محلي. عندنا الغدا هنا في البيت. ايه الاكل؟ احكي لنا. قرمة سبزي. قرمة سبزي؟ اي. ايه قرمة سبزي يعني؟ ايه التفاصيل اللي فيها؟ فاصوليا والخضروات واللحم. اوكي. او هاي يقولوا لها زرش بولو. جرس بولو؟ زرش بولو.
فراخ بولو يعني فراخ جايه شويه من الدجاج. يعني تمن ودجاج مطبوخ بصوص. انتوا حتى بتقولوا تمن. اي تمن. اوكي. تمن دي زي العراقيين، احنا في مصر بنقول رز. اظن الدوله الوحيده اللي بتقول تمن هم العراقيين، واصلها جايه من كلمه انجليزيه، كان مصنع هو اللي بيصنع الرز زمان ايام احتلال الانجليز للعراق، فجت كلمه تمن كان اسمه حاجه كده بس. فعندنا هنا قرمه سبزي، اي فاصوليا ولحمه، ودي تعتبر من اشهر الاكلات الايرانيه. اي اوكي. وانتوا في العادي في معظم البيوت بتاكلوا على الارض؟ يعني بالاسبوع مره اوقات يعني. احنا عندنا مثلا طباعنا في مصر احنا في الاغلب بناكل على السفره، ولكن هنا طباع اكتر اقرب للخليج، زي معظم دول الخليج يعني، لان نفس المنطقه قريبين على بعض، ففي يعني عادات من هنا انتشرت هناك والعكس صحيح. نبدا نطلع لان غروب الشمس الخيالي اللي ورانا ده الجو بدا يهدى شويه. السلام عليكم. تتكلم عربي؟ فعلا؟ فاهمني ولا مش فاهمني؟ مصري. عرفت ان مصري. بتفهم عربي؟ افهم عربي بس لكن مصري وايد صعب. مصري صعب شويه بس الافلام وعادل امام ومحمد صلاح. انت من الاهواز؟ وبتتكلم عربي؟ يعني العربي بتاعك كويس ولا شويه؟ عربي محلي. عربي محلي يعني، بس عربي يعني لسانك الام عربي. اوكي. يعني دي اكتر حاجه بتوضح لكم كل ما تركب في عربيه تقدر تاخد خلفيه اكتر عن الشعب يعني في العادي في البيت بتتكلموا عربي ولا فارسي؟ عربي. العيله كلها عربي. جميل. ما كانش ينفع نفوت المنظر الرهيب ده، فقررنا ننزل من التاكسي عشان نتمشى على نهر قارون. اسمه؟ طب ونهر قارون بيطلع منين؟ بينبع من فين؟ من زاغروس. من زاغروس فين؟ يصير منطقة يقولوا تشارما البختياري. فين في ايران تقريبا؟ يعني وسط ايران. وسط ايران. وبيصب فين؟ بيدخل العراق ولا؟ يدخل الخليج، بحر الخليج. اي. اوكي. بس جميل النهر. فتمشية لذيذة، دنيا جميلة، حدائق عامة منظمة وحلوة، وقعدات على الجنب. هنا نخش على السوق، سوق العرب بيسموه، نتعرف شوية أكتر على الناس ونتكلم معاهم. قلنا بقى لازم ناخد مركب. السلام عليكم. اهلا وسهلا. فبيتكلم عربي يعني، انت هنا بتخش ما تبقاش عارف تتكلم عربي ولا ايران؟ من مصر. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اسم حضرتك؟ اسم حضرتك؟ انا عبد الله. انا احمد على راسي. اهلا بيك. حضرتك من هنا من الاهواز؟ اي نعم. من ايران؟ اهوازي انا. اهوازي. اوكي. عربي. انا بتكلم عربي مرتب يعني. اي انا بالخدمه. اهلا بيك. هلا بيك، حياك الله. اهلا اهلا وسهلا. طيب نطلع جوله بالخدمه وتحكي لنا اكتر عن النهر والمدينه والشعب. يلا بسم الله. انا جاي من مصر مخصوص عشان نتعرف على اهل اهواز. حياك الله معلم. نعم. الريس كبير. من وين مصر؟ من يا مدينه؟ من القاهره. كفو. من العاصمه. من العاصمه. مبارك. تعرف مصر كويس زين يعني؟ مصر مو هالان اعرفه من جمال الله يرحمه. جمال يا من عبد الناصر، وعندنا اشتياق بيه كان. اوكي. كلنا احنا نحمد بيه، كلنا احنا نحييه. الله يرحمه. يعني زمان العلاقات كانت كويسه مع مصر كثير. العرب. العرب والاغليه هنا محافظه الاهواز يحبون مصر على اساس كان يحكم به الرئيس الله يرحمه على جمال عبد الناصر. عبد الناصر الله يرحمه. يعني بتحبوا كنتوا جمال عبد الناصر؟ كله يحبها، كله احنا نحبه، كله احنا. اوكي. الى يوم فرد يوم قالوا الرئيس يريد يخطب. كله احنا ننتظر الخطاب ماله ونتوقع الخطاب ماله، وحكي اللي كان للعرب شيار راس العرب والاسلام. والاهواز الاغلبيه بيتكلموا عربي؟ نعم. يعني الاغلبيه. يعني حضرتك في البيت مع اهلك بتتكلم عربي ولا فارسي؟ لا عربي اتكلم. عربي. حتى عندنا اساتذه، مثلا اساتذه عندنا بالجامعه يدرسون عربي. اوكي. هذول هم مالين محافظه الاهواز يتكلمون مع اهلهم عربي، كلنا احنا نتكلم عربي. اصلا بعضنا ما يعرف الفارسي. اوكي. اصلا بعضنا ما، مثلا هذول
الاجيال القديمه ما بتعرفش الفارسي كويس. اصلا الاجيال القديمه ما تعرف فارسي، وهالان عندنا مو بالمدن، بالريف. بالريف ما يعرفون فارسي. اوكي. بس المدينه عندنا كان حاكم عربي قبل. عندنا حاكم عربي اسمه الشيخ غزعل. شيخ غزعل من كم سنه؟ تقريبا هسه صار 80 سنه. 80 سنه. بعد كان والدي عدل. اوكي. هذا بنيان، هذا المبنى القديمي، مبنى قديمي هذا للملك قمرك مال غزعل. اوكي. هي يعني دوله هناك كانت دوله، والعاصمه مالتها الاهواز. من قبل يسمونها الناصريه كانت. الناصريه في العراق. اي ناصريه. الاهوار. هذه كانت اسمها الناصريه، بس من زمان سموها الاهواز، والعاصمه مالتها الخزعليه باسم الخزعليه ذي فوق. بعد كم فرصه. هل الاهواز بيعتبروا ايه؟ بالعراق. يعني فرد، هم والعراق فرد محافظه، لسانهم واحد. نفس اللهجه، نفس الثقافه، لسان واحد. البصره زي البصره، العماره هذا الاقرب بالحدود. يعني في عائلات مشتركه. نعم. مثلا احنا من طائفه يسمونا قبيله بني طرق. اوكي. او كعب او بني اسد. او خسرج. عندهم هناك عمومه واهالي بالعراق موجودين، نسافر لهم ونروح ونيجي. اوكي. كما سمعنا من عمو عبد الله الجميل قصص لها شويه بتاريخ، وازاي العرب موجودين في ايران من زمان، وان المنطقه دي كتير قوي في ما بينها وما بين العرب وبالذات العراق. جينا على السوق اللي بيعتبروه اسمه سوق العرب عشان نشوف الناس هنا بتتكلم عربي ما بينها وما بين بعض. يعني عايز اشوف الجيل الصغير، الجيل الجديد، الناس اللي في الاسواق، هل بيتكلموا عربي ما بينهم وما بين بعض؟ اللغه المستخدمه هتكون ايه؟ فخليني اتكلم مع شويه ناس ونشوف ونسمع قصص. السلام عليكم. فين سوق العرب؟ سوق العرب فين؟ هذا سوق العرب. هنا سوق العرب؟ اي هذا سوق العرب. ليه اسمه سوق العرب؟ بعد كان قبل يقولوا له سوق العرب. اوكي. اي من زمان. وحضرتك من ايران؟ اي. تتكلم عربي؟ انا؟ هنا عربي عجمي فارسي كله كل اخوان كل واحد اكيد. كل واحد بس اللسان عربي يعني. عربي هاي منطقة عربية. حبيبي اسم حضرتك؟ اهلا. انا منصور. انا احمد من مصر. بخدمتك حبيبي. شرف بيك. شكرا تشرفنا. فين احسن مكان في السوق نروح؟ هاي المنطقة احسن مكان بالسوق. اوكي. من ذاك شارع وتفتر هيك هالشوارع هذا احسن. وسهل اتعامل مع الناس بالعربي ولا لازم اعرف فارسي؟ يعني في ناس كتير بتتكلم عربي؟ كله عربي. اوكي. 70% عربي. ما شاء الله. شكرا. مع السلامة. اهلا وسهلا. ملاحظوا كل الناس اللي حواليا اللي سمعوا ان هم كلهم بيتكلموا تقريبا عربي، واللي ملاحظه اكتر بيبان هنا في السوق بالذات، واللي هو اغلبيته هنقول فيه عرب. السلام عليكم. اهلا وسهلا. اهلا بيك. حياك الله. حضرتك اسمك ايه؟ الأهواز. من الأهواز. انا من مصر. هلا بيك. حبيبي. بتتكلم عربي كويس؟ عرب هناك كله عرب. يعني هنا سهل تتكلم عربي مع الناس؟ كله عربي هناك، كله عربي. أهواز كله عربي. والله. يعني شويه وشويه صح؟ لا يعني 90% هناك كله عرب هناك. اوكي. يعني سهل امشي واتكلم مع الناس عربي؟ كله بيفهمني؟ حتى المصري بتفهمه؟ لا يعني. تعرف عادل امام؟ عادل امام عادل امام. حبيبي. حياك الله. مع السلامه. بس كنت بقول لكم ملاحظ كتير قوي ان اغلبيه الناس اللي في السوق من يعني متدينين. يعني ايران ممكن تلاقي فيها شويه ناس منفتحه وشويه ناس متدينين، ولكن السوق ده تحسه كله من الاغلبيه المتدينين، الحجاب المظبوط وبس. بس جميل قوي ان انا بتمشى في السوق كله وعارف اتكلم عربي مع كل الناس تقريبا. بصوا احنا بنتمشى لقينا فلافل لبنان. السلام عليكم. وعليكم السلام. لبناني؟ الله. ايه؟ لا. ايه؟ بيروتي. انا مصري قهراوي. اهلا وسهلا بك. اهلا بيك. يعني اكله مظبوطه لبنانيه ولا مش لبنانيه؟ احنا عراقيين بس نسوي لك فلافل. من العراق؟ ايه. اوكي. مش من الاهواز يعني؟ لا العراق. خلاص يلا اديني واحد صامون. وكل هاي فعلا. نعم؟ وكل هاي. يا سلام. كرم العراقي جميل. حبيبي هاك عمي هاي حنمد حد يقول هاي بفصل ويانا.
والشارع ايه هنا؟ انوشي. انوشي، تمام، شكرا. جينا على سوق تاني، شارع اسمه انوشي. وللحظه بقيت لما بركب التاكسي ما بتكلمش، يعني اللي هو ببقى متهته او ببقى خايف اتكلم ما يعرفش يرد عليا، او في الاغلب انا نسيت. يعني انا بركب التاكسي السلام عليكم عامل ايه الاخبار، بتكلم عربي على طول. ودي حاجه غريبه، احساس لسه بالنسبه لي جواه مش قادر افهمه. ولكن انك تبقى في بلد هي لغتها مش عربي بس بيتكلموا عربي، قصه كبيره قوي الصراحه. منطقه العرب بتاعت ايران، وعايز اقول لكم قد ايه هي كانت كبيره. هي زمان يعني من اكتر من 100 سنه خلينا نقول كانت منطقه يعني كبيره يسكنها اكتر من 5-6 مليون عربي، فكانت دوله لوحدها، كانت منطقه منفصله. فالمنطقه كبيره جدا. احنا سوقنا اكتر من ساعتين تقريبا النهارده من المنطقه بتاعت المحافظه الكبيره او الاقليم اللي احنا فيه. المحافظه اسمها الاهواز. سوقنا ساعتين عشان نوصل للمكان الخيالي اللي ورايا ده، رغم حراره الجو. درجه الحراره دلوقتي 50، ولكن هنا مع الميه مع الخضار شويه مع الهواء درجه الحراره تتحسن. هننزل نعوم وافرجكم على شويه مناظر طبيعيه حلوه. عايز اوريكم قد ايه في تنوع طبيعي وحضاري وجمالي، كل حاجه موجوده في ايران، من اول الجبال، الشلالات، الخضار، الثلج، الصحراء، الانهار، البحيرات. فالصراحه رهيبه وعظيمه. لكن المره دي اكتر مركزين على منطقه الاهواز في الفيديو ده. الاقليم كله اسمه كوزاخستان. ها؟ كل خوزستان. كل خوزستان. The whole province. The whole province is Khuzestan. Khuzestan. Here is Andimeshk and then it is Dezful. And the river name? River between Andimeshk and Dezful. River Dez. Dez. Yes. احنا جينا. Location is Shamsabs. شامسابس. منطقة اسمها شامسابس عشان لو جيتوا. منطقة جميلة، ممكن تاخد كباين. شايفين الكباين اللي الناحية التانية دي؟ والاقليم اسمه كوزاخستان. ها؟ خوزستان. خوزستان هو الاقليم الكامل اللي هو عاصمته الاهواز. and the capital is اهواز. ها؟ Yes. اهواز سيتي. العاصمة هي الاهواز والاقليم كامل اسمه خوزستان. انتوا مش فاهمين قد ايه المية حلوة وساقعة، تتشرب عادي دي. ها؟ مية نهر. ايه مية جميلة ساقعة تلج، معرفش ازاي المية بالسعودية دي درجة الحرارة 50. صورة كفى الصورة. المية جاية من فين؟ من جبل ولا من شلال ولا من جاي من خلف السدود اللي موجودة في شمال اها، او نازلة من الجبال. الجبال التلج بيسيح. نعم. عشان كده درجة الحرارة نوعا ما يعني في الصيف ده كله، هو لو ما كانش صيف ودرجة الحرارة 50 كانت المية دي تبقى تلج ما تقدرش تستحملها، بس مع درجة الحرارة 50 دلوقتي بقت ساعة سقوعية حلوة بجد. دي يعني خلاص انا كده متكيف مبسوط. درجة الحرارة كانت 50 كنت بموت مش طايق نفسي طول الطريق، بس لما توصل هنا في حر زي ده تفضل قاعد في المية ما تطلعش منها، صح؟ وجينا على الكامب بتاعنا. بصوا مكان هنا ضلة والجبل، نعمل كامب ونعمل مسقوف. يدو مسقوف؟ نو مسقوف؟ السمك هنا بتعملوه مسقوف ولا مش مسقوف؟ لا هنا ما نعمل مسقوف. اوكي. لكن نشوي شوي. شوي. درجة الحرارة تبقى 51، كل اللي محتاجه انك تحط وشك في التلج ده. اهلا بكم في الاهواز. لما درجة الحرارة تبقى 51 في إيران في الصحراء، دي أحسن حاجة ممكن تعملها. تحفة. المية تلج، درجة حرارة المية تقريبا 10 واحنا في عز الصحراء، لأن المية دي جاية من شلالات الجبال والتلج اللي على الجبال زي ما قلت لكم. واو، نطة رهيبة. المكان بيفكرني قوي بالوديان بتاعت سلطنة عمان. سلطنة عمان عندهم نفس تقريبا التشكيل الطبيعي، الجبال الصخرية مع الوديان والأنهار اللي دايما ميتها ساقعة. وعمان برضو مش بعيدة من هنا، هو بس فرق ما بيننا وما بينهم بحر الخليج. فتقريبا المنطقة كلها هتلاقي فيها مناطق كتير جغرافيا متشابهة.
بصوا على ايه، شاوية رهيبة، سمك وشيش طاووق مع المنظر الرهيب ده. مين اللي طابخ؟ انت المعلم. هاي السمكة اسمها شابوت. اسمها شابوت؟ اي. او هاي جوجة كباب. جوجة كباب اسمها؟ جوجة كباب اي. جوجة زعفران، جوجة يعني الدجاج بالزعفران والليمون والبصل. اوكي. بس المنظر رهيب، راحة نفسية غير عادية، بالذات لما تبقى في مدينة درجة حرارتها 51. فربنا يكون في عون السمكة دي. بس القعدة الرايقة، الأكل كمل وحان لحظة الحقيقة. رهيب. الليمون والزعفران بيديله طعم مختلف عن أي شيش طاووق أكلته في حياتي. عارف بيقولوا عليها إيه، ولكن النهر كان رهيب، جو حلو. فما بالكم بقى لو جايين في الربيع والدنيا بقى مش شمس وخايف من ضربة الشمس، وكمان عندك المايه الجميلة دي. سيب لكم اسم حساب الراجل اللي طلعنا معاه الرحلة دي عشان لو جيتوا الأهواز ترتبوا معاه. وخلينا نروح نرجع على المدينة نتعشى فيها عشوة حلوة ونستكشفها أكتر ونشوف هنعمل إيه. للأسف لظرف خارج عن إرادتي اضطريت أمشي من الأهواز. كان نفسي أعمل فيديو أطول وأتكلم في تفاصيل أكتر ونخش ونعرف الناس أكتر، ولكن ده اللي قدرنا نصوره وده اللي قدرنا نوصل له ونتكلم فيه مع الناس. لينا عودة إن شاء الله زي ما بيقولوا، وأتمنى الفيديو القصير ده يكون فاتكم وعرفتوا حاجة بسيطة، يمكن معلومات بسيطة لحد ما نرجع ونحكي لكم القصة كاملة. فما تنسوش تنشروا الفيديو مع أصحابكم وتسيبوا لنا لايك وكومنت على الفيديو، وما تنسوش الاشتراك. واستناكم في فيديو جاي الجمعة الجاية. سلام.